السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاز ترامب لتكتمل قافلة الزومبي التي تحكم الآن بوتين، بشار، السيسي، كيم جونج أون. ورغم انهيار تحليلات الشبكات العالمية، ورغم ذهاب استطلاعات الرأي أدراج الرياح، ورغم ذعر البعض وصدمة الآخر، فلا شيء مطلق في كل الأحوال. هناك دائما جانب إيجابي حتى في أحلك الأوقات. فوز ترامب يعني أن تنتهي فترة الشك. نعم، نعترف الآن أن هناك قطاع عنصري لا يمكن إغفاله موجود في العالم كله، وها هو هذا القطاع يعلن عن نفسه بقوة. فوز ترامب معناه أن تستيقظ أمة العرب من الأوهام ومن الرهان الخاسر على أمريكا، وأن تراهن على وحدتها وإمكانياتها، أن تراهن على قوتها الذاتية. فوز ترامب يعني انتهاء أكذوبة المؤامرة الأمريكية على السيسي رسميا. محدش يطلع يقول لك أمريكا عايزة توقع السيسي، ورغم ان اصلا ما كانش فيه اي مؤامرة على السيسي من امريكا، بس دلوقتي ما بقاش فيه اي مجال لترويج هذا الفنكوش. السيسي وترامب حبايب يجمعهم فكر ومصير مشترك. فوز ترامب معناه خلع الماسكات. اوباما ومن وراء امريكا سندت الانقلاب العسكري فعلا، لابسين ماسك، قال ايه ما سلمش ما قابلش نرفض على استحياء. والحقيقة انهم دعموا ووقفوا ودفعوا وما زالوا بيدفعوا، حتى الطيارات الاباتشي رجعوها للسيسي. فاز ترامب وبدأ رسميا زمن الوقاحة. لا حياء بعد اليوم، لا حرج. ترامب يمارس الوقاحة علنا وامام الكاميرات وعلى الهواء مباشرة امام مئات الملايين. زمن الوقاحة بدأ رسميا بعد ان كان على استحياء. فاز ترامب، فتأكد انه لا مستحيل في هذه الدنيا. كومبارس اصبح رئيس اكبر دولة في العالم، وزوجته كانت بطلة كبيرة من بطلات افلام الاباحية. CNN وCNBC ورويترز واسوشيتد بريس كلهم قالوا خسر ترامب وفازت هيلاري، ولكن لا مستحيل، لا مستحيل. فاز ترامب، وبعد ما كان مصطفى الجندي اللي اجر فيلته في امريكا للحملة الانتخابية لترامب يلف على كل القنوات ويقسم بالله ان ملوش علاقة بيه، ها هو يتباهى الان بعلاقته القوية وصداقته بترامب. فاز ترامب، فلا مجال ان نقسو على جزء من شعبنا بعد الان، لانه ما زال يصدق السيسي. الامريكان بتعليمهم وثقافتهم صدقوا ترامب. فاز ترامب، واذا كنت كمصري مؤمن بالحرية وتبحث عن بلد حرة عادلة وما شفتش في اللي حصل في ال3 سنين اللي فاتوا اجراس خطر، فارجوك استعن بالله وحده ثم اعتمد على ذاتك، فقد حانت بجد ساعة الحقيقة. لا شر مطلق، فتراتيب القدر تحمل دائما الخير حتى لو ظننا عكس ذلك. الله غالب وشوف